بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم عبد الرزاق بن العربي، رئيس حزب العدالة والتنمية. اليوم باش نحاول نتعرض لقضية عرض بفضاء المرسى لصور مسيئة لله ورسوله وآياته وللمسلمين والمسلمات في العالم. العرض هذا وقع بطريقة ركيكة مبتذلة ساقطة سافلة جبانة متدنية إلى غير ذلك من الصفات التي تدل على صنيعها. واللي جلب انتباهي الأكثر أنه كانت تتهكم على المسلمات. أنا خلينا نبدأ بملاحظة أقول أنه المتدينة والمتحجبة والمتنقبة أشرف وأعلم وأطهر وتتحدى جميع هؤلاء. فيها الوزيرة، فيها النائبة، فيها الطبيبة، فيها المحامية، فيها ربة البيت وغيرهن. الاستفزاز هذا أي إنسان عنده ذرة إيمان في تونس. ونبدو من الآخر نقولوا أنه جاء في إطار عندما بدأت الحكومة هذه في عملية الإصلاح وضرب رموز الفساد. لأنه علاش؟ شنو الفرق بين حكومة الباجي قايد السبسي والحكومة هذه؟ حكومة الباجي قايد السبسي أنها ما قامتش بإصلاحات وما مستش رموز الفساد، وذلك علاش باجي قايد السبسي محبوب بالطبيعة لأنه شريك في جريمة. قاع الآن حرب على الإسلام بطريقة مجانية، ما يعرفوش اللي هذا تكون عنده تبعات خطيرة. أنه ما نجمش نقول هل أنه ندخل في إطار سيرورة بروسيس للتضييق على الحكومة، حيث أطراف الخارج باجي قايد السبسي يمشي يتلاقى مع المافيوز، وأطراف نقابية واجتماعية تقوم بإضرابات وتشوش على التعليم وإلى غير ذلك. يعني وتكون النتيجة الكل هي تشويش على الحكومة وباش يشعر المواطن أنه ثم ثلاثة حوايج قاعدة تفاقم. أنه البطالة قاعدة تفاقم، أنه الفقر قاعدة تفاقم، وأنه الأخطر من هذا هو أنه الفساد قاعدة تفاقم في كل المؤسسات. حزب العدالة والتنمية بالطبيعة يؤمن بالحرية. حزب العدالة والتنمية يعني يعتبر أنه من أولوياته عنده ثلاثة أولويات قام عليها حزب العدالة والتنمية: مقاومة الفقر، مقاومة البطالة، وأن يظل من أجل الحريات، من أجل الحرية، باعتبار أن عناصر حقوقيين أساسا. لكن الحرية عندها حدود، ثم خط أحمر في الحرية. أنا نتحدى هؤلاء كما قلت قبل ونعاودها أنهم يشكوا في المحرقة نتاع اليهود. ونقطة على السطر، احنا ندعو شعبنا المسلم أنه لا يتهاون أبدا مع من يسب الله ورسوله ويستهزأ بآياته ويستهزأ بالمؤمنات والمؤمنين. وندعو أن يكون تحرك قوي ومدروس ومنظم، لأن حسبي أنه ما قام به هذه الحثالة هي عملية انتحارية، وما يعرفوش عواقبها وما يعرفوش ضياعة الشعب هذايا. لأنهم حتى حد ما كان يتخيل أنه نظام بن علي يسقط، اللي يحمي فيه الأمريكان ويحمي فيه الموساد ويحمي فيه الرجعية العربية. نقول الحثالة ذوما رأي نهايكم أنه الإسلام هذا سنحميه بدمائنا وأنفسنا
وأموالنا وجهدنا وكل شيء يهان في سبيل الإسلام ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في البلاد هذه. صحيح أن احنا حركة وسطية، صحيح أننا نؤمن بالحوار ونؤمن بالحرية إلى غير ذلك، لكن ما نقبلش أبدا أن يهان الله ورسوله والمؤمنين في تونس، ما نقبلهاش أبدا. للأسف الحكومة اللي قامت بالمجهود إلى غير ذلك احنا ندوا بها لأنها لم تطبق القانون. في جندوبة وقفوهم سلفيين ودكوهم في الحبس. علاش؟ لأنهم مستضعفين، لأنهم فقراء، لأنهم عندهم كان ربي يحميهم ونعم الحي. علاش هذوما الطبقة البرجوازية اللي راكبين على النظام ديال الشعب التونسي علاش ما يقعش؟ لأن ثم عندنا قانون يجرم في تونس الاعتداء على الذات الإلهية، على المقدسات، على سب الجلالة. أصبحت أمور بسيطة وجي انتهازية. الناس اللي وقت اللي احنا في ساحة محمد علي في أول مسيرة خرجنا من ساحة محمد علي بالعاصمة كانوا هم يندوا بنا توا المناضلين وكانوا يدعوا إلى حكومة وحدة وطنية. نقولوا حان وقت لإصدار قانون يجرم الاعتداء على المقدسات. إذا هالحكومة دي صادقة وتحب تحمي البلاد وتحمي المجتمع وتجد توازنات الصحيحة والحقيقية، فأن ما عليها إلا أن تصدر قانون هذا اليوم قبل غدوة، لأن القوانين تحمي المقدسات موجودة في العالم. بالنسبة للعالم يعتبر أن اليهود شيء مقدس يحموه. إذا جيت تقول هاي المحرقة مقعدش اليهود يحطوك في الحبس مباشرة، فماش وفيهاش. حال الوقت كذلك أنه ثم قرار محكمة، احنا بلاد مؤسسات، ثم حكم قضائي يمنع التجمع من مزاولة نشاطه. حبوا تفعيل هذا القانون، منع التجمعيين لفترة أقل حاجة 10 سنوات من أي عمل سياسي، لأنه بين الخراب الأحداث اللي وقعت أمس البارح واليوم وممكن الليلة راهي باينة وراها التجمعيين، هذا أكيد. قولوا أن احنا باش نتحركوا الجمهورية وندعو شبابنا المسلم وندعو قوانا وكل أحرار تونس، كل من عنده شعب سيدنا علي، كل من يغير على دينه أنه يهبط للشارع، أنه يعبر، لأنه الناس هذوما يحبوا ينتحروا. هذه معناها نعتبرها حان الوقت أنهم يفهموا أنهم أقلية، أنهم صفر فاصل. بالمناسبة نحب نذكر الشباب، نذكر الخياني، أن في هالمسيرات هذه لابد من حماية الممتلكات وحماية رجال الأمن. أرى من رجال الأمن البوليس، أرى البوليس نعاودها ونكررها، وك الزوالي أرى ابن الشعب نحموه، ما نخلوش يتعرض للعنف، لأنه هو ممنوع عليه باش يستعمل رصاص إلى غير ذلك. وإحنا طلبنا، إحنا ثوار قلنا أنه أخويا ممنوع إطلاق الرصاص، بالتالي خلوه يموت. معناها نطلب من إخواني أنهم يحموا رجال الأمن من هالمندسين هذول، ونعتبروا أن الإنسان يحرق ولا يتلف الأموال ولا يسرق ولا يقول كلام خارج عن السياق فهو مندس، وواجب التعامل معه معناها بكل قوة وإخراجه من التحرك، حتى يكون التحرك نتاعنا تحرك هادف. ونقول لأزلام النظام تختفوا في جمعيات ولا تختفوا في منظمات وهمية، لن تمروا، ولابد يجي نهار اللي نحاسبوكم على ما سببتوه لنا تلت ما يفوق نص قرن. ونعاود ونكرر ونقول أن الحكومة عندها أولويات لازم تقوم بها في أقرب وقت، من بينهم محاكمة القناصة،
الشهداء، ملف الشهداء، ملف الجرحى، ملف تفعيل العفو والتشريع العام. راهو الاحتقان هذه اسبابه اساسا. ونبشر شعبنا اني راهي الايامات القادمه باذن الله باش تكون خير. وانا كخبير في التنميه اني نعتقد ان تونس في عامين ثلاثه راهي تسترجع عافيتها كامله، وان تونس تولي من احسن دوله في المغرب العربي من حيث الاقتصاد، من حيث الاجتماع الى غير ذلك. راهي ثم مشاريع الموجوده هذه الحكومه لقات مشاريع قديمه ما عملت حتى شيء. راه باش ما نغلطوش بعضنا، ثم مشاريع قديمه باش تتواصل. ما نجمش هي لا عندها الامكانات لا عندها الاهداف، لا يعني كل المشاريع دي يلزمها دراسات ويلزمها غير ذلك. اما الحاجه اللي معناها نوعد بها شعبنا انه راهو باذن الله رانا من بعد ثوره، اي ثوره في العالم وكان جاي يحكم حزب العداله والتنميه ولا اي حزب من الحزب هذوم اللي يدعوه انهم يقولوا انه الحكومه هذه ما عملت حتى شيء، الحكومه هذه ما عملت حتى شيء، واي حكومه اخرى تجي ما تعمل حتى شيء، لانه الوضع مشوا بالسهوله اللي تصوروها الناس باش يتعالج في 6 ولا في عام. راهم نقولوها بكل صدق، الوضع نتاع تونس يتطلب 5 سنوات اقل تقدير باش تكون تونس لا فيها بطال ولا فيها جيعان ولا فيها انسان مظلوم. وربي ان شاء الله يوفقنا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.